سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في قناة قصص مسموعة. إن معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معجزات عظيمة، ومن معجزاته الرائعة شكوى الجمل له عليه الصلاة والسلام من ظلم صاحبه. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا جمل، ودخل على رسول الله كأنه يعرفه، ووضع فمه على أذن رسول الله وأنصت له الرسول، حتى إذا فرغ من كلامه قال الرسول: أرسلوا إلى فلان بن فلان فجيء به، فقال له: أنت صاحب هذا الجمل؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال: إنه يشكوك إلى الله أنك تقسو عليه وتحمله أقسى مما يطيق، وقد أصبح الجمل كبير السن. فقال الرسول لصاحب الجمل: بعه لي. فباعه لرسول الله. فقال الرسول للجمل: اذهب كما تشاء، وارع كما تشاء، ولا تحزن على ما مضى. فانحنى الجمل على أذن رسول الله وكلمه بلغة لا يفهمها إلا رسول الله، والرسول يقول: آمين آمين آمين. وفي الرابعة بكى رسول الله، وسأل الصحابة الرسول: يا رسول الله، أمنت 3 مرات وبكيت في الرابعة، حدثنا وأخبرنا. فقال النبي: إن الجمل دعي لي الله قائلا: جزاك الله يا نبي القرآن عني وعن الإسلام خيرا. فقلت: آمين. ثم دعي قائلا: وأنقذ الله أمتك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فقلت: آمين. ثم قال لي: وستر الله أمتك يوم القيامة كما سترتني. فقلت: آمين. ثم قال: ولا جعل الله بأسهما بينهم. فبكيت لأني أعلم أن بأس هذه الأمة سيكون بينهم شديد. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.